اهلا بيكم يا جماعه. النهارده احنا هنتكلم على الاي او اس 26، اخر تحديث للايفون اللي بجد غير شكل كل حاجه فيه. يعني ده تعتبر اكبر ريديزاين حصل من ساعه الاي او اس 7. فالفيديو دوت انا عايز اوريكم شكل الليكويد ديزاين الجديد اللي موجود في كل حته في السيستم، وبقى شكل الموبايل نفسه مختلف قوي، سواء الايقونات او الواجهه بتاعه الموبايل عموما. هنقارنه كمان بالاي او اس 18 علشان نشوف الفروقات ما بينهم. لحد دلوقتي انا شغال على اي او اس 26 البيتا 1 ديت، النسخه اللي نزلت لنا النهارده مع مؤتمر WWDC 2025. وما انصحكش تماما ان انت تعمل النسخه ديت، لان هي بتسخن الموبايل جامد جدا، بتفضي البطاريه اسرع، وفيها باجز ومشاكل كتيره. فاستنى لحد ما ينزل التحديث الرسمي في شهر 9 لسه مع الايفون 17، او لو انت مستعجل عليه قوي ممكن تحمل البابليك بيتا اللي هينزل لنا في شهر 7. لان بجد المره ديت الديفلوبر بيتا هو واحده من اكتر المرات اللي كان فيها مشاكل كتيره. فانا الايفون 16 برو ماكس دوت مش موبايلي الاساسي، علشان كده قدرت ان انا احملها عليه بدون مشاكل، ولكن ما اقدرش اتخيل ان حد يستعملها في الموبايل الوحيد اللي هو شغال عليه. محتاج يصبر شويه لحد ما تبقى مستقره اكتر من كده بكتير كمان. خلينا نبتدي باللوك سكرين بتاعت الموبايل. هتلاحظ ان الويدجتس بقت موجوده عندك تحت، عندك شكل كمان جديد للساعه. الساعه هنا بقت بتتحرك وبتعمل انيميشن على حسب ايه الاشعارات اللي موجوده. فلو فتحت مثلا الاشعارات من تحت هنا هتلاقي ان حجمها بيتغير على حسب ايه اللي انت فاتحه. لما تيجي كمان تقارن مكان الويدجتس الجديد بمكان الويدجتس القديم على الاي او اس 18، هو هنا احسن كتير، لان انت بقى اسهل لك توصل له بايد واحده. ولو تاخد بالك طبعا حتى الايقونات اللي موجوده تحت بتاعه الفلاش والكاميرا بقوا واخدين شكل الازاز دوت اللي مكمل شكل الساعه الزجاجي. برضو عندك ميزه جديده هنا اسمها سبيشال وول بيبر، ممكن تقفلها او تشغلها. ديت بتخلي الواجهه او الوول بيبر بتاعه الموبايل هو 3 دي افكت، شكله روش قوي بصراحه. يعني كان في برامج كتيره بتعمل حاجات زي كده، بس طبعا بتستهلك من البطاريه. ففكره ان هي موجوده في الموبايل نفسه في اللوك سكرين ديت حبيت الاحساس بتاعها. لو تاخد بالك برضو الانعكاسات بتاعه الساعه نفسها شكلها بيختلف شويه على حسب الزاويه اللي انا ماسك بيها الموبايل. فزي ما بقولك هو بيحاولوا ينقلوا شعور الازاز في كل حته في الموبايل دوت، او في التحديث دوت بمعنى اصح. بالمناسبه كمان انت ممكن تتحكم في الطول بتاع الساعه هنا. لو انت استعملت الخط الاول اللي موجود عندك، هو مش بيشتغل للاسف على باقي الخطوط، هو بيشتغل على الخط الاول بس، ولكن تقدر تتحكم في السمك بتاعه كمان. فالاعدادات دي كلها حاسس ان هي لذيذه او حاجه جديده موجوده في الشكل بتاع الساعه. طبعا لو مش عاجبك الشكل الزجاجي دوت قوي، انت ممكن تغيره وتخليه سوليد عادي جدا، وتختار اللون اللي انت عايزه زي ما كنا متعودين نعمل زمان. بس بصراحه انا حبيت شكل الازاز هنا، او الاحساس بتاعه على الاقل على اللوك سكرين. من اكتر الحاجات اللي حاببها في الخط دوت ان لما النوتيفيكيشن بتبقى كتيره عندك، فانت بتقدر تشوف الحجم بتاع الساعه بيتغير لايف قدامك على حسب عدد الاشعارات اللي موجوده. هتلاقي ان الخط دوت بيتغير او بيطول وبيقصر على حسب عندك كام نوتيفيكيشن موجوده هنا. الكنترول سنتر الجديده شكلها باين قوي في التغيير بتاع الازاز. انا بصراحه مش حابب الشكل الجديد. لما تيجي تقارنه بالشكل القديم بتاع الاي او اس 18 هتلاقي ان هنا الشفافيه بتاعتها اعلى كتير، فانت كل حاجه باينه عندك في الهوم سكرين. يعني باين هنا ان دوت ابلكيشن تيك توك وتحتيه واتساب، على عكس في الاي او اس 18 ما كانش باين، او كان البلور معمول اجمد بكتير، فانت مش شايف ايه اللي تحتيه. مشكلتي مع الموضوع دوت ان هو بيخلي الشكل بتاعها في حاجه مش مظبوطه، تحس ان هي مهنجه، او كان المفروض يتعمل بلور اكتر من كده، ما تبقاش شفافه قوي كده وتبين لك الخلفيه للدرجه ديت. شكل الايقونات اتغير قوي اول لما عملت التحديث دوت. هي باينه جدا في حاجه زي الكاميرا. لو تاخد بالك كان ديزاين الكاميرا القديم مختلف تماما عن دلوقتي تحس ان هو بقى واخد الستايل سكيومورفيزم بتاع زمان قوي. اول لما الاي او اس طلع حرفيا كان واخد نفس شكل الكاميرات دوت، وتحس ان دوت منقول لباقي عناصر الواجهه. يعني حتى البرامج اللي مش ابل عاملاها زي فيسبوك او نون او يوتيوب كلها بقت 3 دي شويه، والانعكاسات بتاعت الاضاءه باينه عليها. بالحديث عن انعكاسات الاضاءه، فحتى الويدجتس لما بتيجي تحركها شويه بيبان عليها انعكاس خفيف، كأن في ضوء بيتحرك عليها شويه. لما تيجي كمان تعمل كاستمايز للشاشه ديت وتغير الحاجات اللي موجوده فيها، فبعيدا عن ان الزراير هنا بقت واخده شكل الازاز، ولكن لما بتيجي تعمل اديت للحاجه او تغير الايقونات اللي موجوده، هتلاحظ ان عندك اوبشن هنا زياده اسمه كلير، اللي هو الشفاف ده. ممكن تختار ان هو يكون دارك مود زي دلوقتي او لايت مود. انا حبيت اللايت مود بتاعه اكتر، تحس ان هو ازاز اكتر، ولكن ما
عندكش الاوبشن دوت متاح هنا ممكن تحول ما بين الدارك واللايت بس، انما على الاي او اس 26 الدارك واللايت رغم ان شكلهم اتغير بس عندك برضو الاوبشن بتاع الكلير. حتى الاختيار بتاع التنتد اللي هو واخد جزء من لون الخلفيه بقى شكله مختلف، وهنا تحسه ازاز اكتر برضو، فهم متمسكين بالحته ديت في التصميم بتاع الموبايل بالكامل. انا بصراحه برضو كان عاجبني الشكل التنتد على الموبايل القديم اكتر او على الاي او اس 18 اكتر. الاي او اس 26 شكل الازاز المبالغ فيه دوت مش عاجبني في كل مكان، بس بحاول ادي لنفسي فرصه ان انا اعجب بيه اكتر واستعمله اكتر. شكل الكنترول سنتر الجديد بصراحه بالنسبه لي سيء جدا لان هو شفاف بزياده قوي. حتى الالوان بصراحه كمان بتاعه الايربلين مود الجديده او الواي فاي الجديده، حاسس ان هي شكلها مش حلو، في حاجه او حاجز ما بيني وما بين الالوان الجديده اللي مستعمله هنا. تحس ان هي اصلا مش ثابته في كل مكان، شكلها على الواجهه ديت بتاعه البلوتوث مثلا مختلفه عن الواجهه بتاعه الواي فاي والموبايل داتا. خلي بالكم احنا برضو لسه في الديفلوبر بيتا، فدوت اول تحديث اي او اس 26 يوصل لنا، فاتمنى واتوقع ان هم هيغيروها مع الوقت شويه ويحسنوا في شكلها. التغييرات هتبان اكتر كمان في كل ابلكيشن خاص بابل، يعني لما تيجي تفتح ابل ميوزك مثلا فباين شكل البار اللي موجود تحت او النافيجيشن بار اللي موجود تحت بقى مختلف قد ايه ما بين الاي او اس 18 والاي او اس 26. حتى لما تيجي تتنقل هنا في انيميشن كده تحس ان هو فعليا ليكويد جلاس، مجرد حته ازاز مائيه بتتحرك معاك. الاختلاف دوت مش مجرد في النافيجيشن بار بس، هو حرفيا في كل حاجه. يعني لما تيجي تفتح الاغاني نفسها هتلاحظ ان هي هنا شكلها حتى رغم ان هو بيتحرك كتير، ولكن دي تحس ان هي مجرد شيت ازاز موجود فوق الاغاني او فوق الليسته نفسها. على النسخه القديمه هتلاقي ان هو ما بيحصلش الانيميشن دوت، ما فيش حاجه بتتحرك تحت هنا على حسب انت بتتحرك او بتعمل سوايب اب وسوايب داون. في اختلافات تانية صغيره زي ان الزراير هنا بقى لونها شفاف وشالوا كلمه لايبرري من هنا، فلما بترجع كده على اللايبرري هي بقى شكلها حتى مختلف شويه، تقدر تثبت اغاني او البومات معينه موجوده عندك فوق. الاختيار ده ما كانش موجود هنا قبل كده. موضوع النوتيفيكيشن بار اللي اتغير هتلاقيه في كل النوتيفيكيشنز زي بتاع الساعه. هتلاحظ ان هنا برضو النافيجيشن بار بقى موجود فيها شكل الازاز دوت بنفس الحته اللي بتتحرك او الانيميشن اللي بيحصل. هنا طبعا ما فيش الكلام دوت وما تقدرش ان انت تثبت ايدك وتسحب على الباقي زي ما انت ممكن تعمل هنا. اكبر برنامج تاني حصل فيه تغيير هو برنامج الصور. هنا بقى عندك اختيارين ان انت تقلب ما بين اللايبرري والكوليكشن، ودي حاجه بصراحه انا مبسوط بيها قوي لان كان تحديث الاي او اس 18 وصل لنا شكل جديد للجاليري او الفوتوز، وشكل برنامج الصور عليه عموما بقى بايخ قوي، بقى يتوه في اوقات كتيره. على عكس هنا ممكن بضغطه واحده ان انت ترجع للكوليكشن دوت، يعتبر الشكل القديم بتاعنا. فانا حاسس ان هو كده ألذ او منظم اكتر بكتير بصراحه. لما بتيجي تعمل سوايب اب هتلاحظ ان الشكل بتاع النافيجيشن اللي تحت دوت بيتغير علشان يسمح لك ان انت تختار عايز تظهر الشهور او السنين بدل ما تظهر الصور كلها ورا بعضها وهي مش مترتبه بشكل معين. وطبعا الزراير اللي فوق برضو بقت شفافه اكتر بكتير قوي علشان تدي لك نفس الشعور بتاع ان دوت مجرد لوح ازاز وبيعكس الحاجات اللي وراه. حتى الصور بيبان فيها الانعكاسات على الزرار نفسه. شكل ايقونه الساعه نفسها اتغير كتير قوي عن الاول، تحس ان هو هنا بقى واخد ستايل سكيومورفيزم برضو اكتر، ان هو الحاجات اقرب للواقع. يعني ديت شكلها ساعه اقرب للحقيقه فعلا عن اللي كان موجود هنا في الاي او اس 18. فهي تغييرات بسيطه كلها علشان تصب في نفس الحته ان احنا بنبعد عن المينيمال ديزاين اكتر والتصميم البسيط، وبنحاول ان احنا نرجع الفن او الالوان الكتيره الانعكاسات الكتيره اللي كانت موجوده في بدايه الالفينات. يعتبر باينه اكتر حاجه هنا بالنسبه لي في ابلكيشن الكاميرا بصراحه بشكل فظيع. بالحديث عن ابلكيشن الكاميرا، فلما تيجي تفتح الكاميرا في الموبايلين هتلاحظ هنا اختلاف تام تماما. اول حاجه هتبقى باينه اصلا ان الصور والفيديوهات هي الاوبشنين المتاحين قدامك في ابلكيشن الكاميرا الجديد، على عكس ابلكيشن الكاميرا القديم كان باين فيه كل الاختيارات مره واحده. وهنا علشان تظهر باقي الاختيارات فانت محتاج تعمل سوايب على الشمال علشان يجيب لك اختيارات الفيديوهات، وسوايب على اليمين علشان يجيب لك اختيارات الصور. بصراحه انا شايف ان الموضوع دوت تنظيم احسن بكتير قوي عن الشكل اللي كان موجود هنا اللي في اوقات كتيره كان بيتوه. بتوصل لباقي الاعدادات كمان بسهوله اكتر، بتحس ان انت كلها موجوده عندك في مكان واحد بشكل احلى في رايي. فانا حابب الموضوع دوت اكتر هنا لان بقى منظم اكتر بالنسبه لي. واحلى حاجه ان انت تقدر تغير اعدادات
اعدادات الصوره سواء عايزها رو او HEIC اللي هو التصوير العادي بتاع ابل. في نفس الحكايه برضو في الفيديوهات ان انت ممكن تغيرها من HD ل 4K وعدد الفريمات من 30 ل 60 فريم مثلا من غير ما تحتاج تخش جوه الاعدادات بتاعه الموبايل نفسه. بقيت تقدر تغيرها من ابلكيشن الكاميرا. اخيرا الايقون اللي انت بتفتح منها الصور بتاعتك بقى شكلها مدور هنا علشان يتماشى مع الزرار اللي بتقلب بيه الكاميرا. هنا في التحديث القديم كان واخد الشكل المربع. برضو لما بتيجي تفتح الصور نفسها بتلاحظ عندك هنا الاختيارات بقى شكلها زجاجي اكتر شويه. هنا كان مكتوب بالوان، هنا بقى شفاف. فهم فعلا متمسكين جدا بحته ان احنا هنخلي كل حاجه في الموبايل دوت شكلها زجاجي. شكل النوتيفيكيشنز حتى اللي بقى يظهر فوق بقى مختلف عن الاول، تحس ان هو بقى باونسي اكتر او بتنط كده بنعامه اكتر من الاول. شكل الاعدادات بقى مختلف هنا اكتر شويه. لو تاخد بالك التوجلز او الزرار اللي انت بتفتح وتقفل منها حاجه هنا بقت مبططه اكتر شويه. في النسخه القديمه كانت مدوره اكتر شويه. ففي اختلافات موجوده جوه الشكل بتاع الموبايل. حتى مثلا زرار السيرش هنا بقى او المكان بتاع السيرش هنا موجود فوق، هنا بقى موجود عندك تحت وبقى يظهر على طول. انما لو في النسخه القديمه هتلاحظ ان هو بيختفي اول لما بتعمل سوايب اب او سوايب داون، لازم تطلع فوق خالص علشان يظهر لك تاني. برنامج سفاري شكله اختلف جدا عن الاول. زهقت من كتر ما بقول ان كل حاجه بقى شكلها زجاجي اكتر، لان هو الديزاين دوت هو فعلا ليكويد جلاس، فهي باينه في كل حته في الموبايل. تحديث بجد عباره عن الواح ازاز. حتى لما بتيجي تفتح دوت كده وتنقل من هنا لهنا هتلاحظ ان الشكل بتاع التابات موجود بقى مختلف. بصراحه الشكل الجديد احسن. هنا كان مغطي مثلا جزء لو انت بتقرا حاجه، انما هنا الجزء اللي مغطيه بقى اصغر وما بقاش مغطيه تماما لانه بقى شفاف تماما. حتى لما بتيجي تعمل سوايب وبيصغر اكتر بقى شكله احلى. بصراحه الانيميشن دوت عاجبني اكتر بكتير. فدي من الحاجات برضو اللي كان باين عليها الليكويد ديزاين بتاع الموبايل. تحديث الاي او اس 26 هيوصل للموبايلات فوق الايفون 11. فلو انت معاك موبايل اقدم من كده زي ال 10 ار او ال 10 اس ماكس مش هيوصلوا التحديث، هيبقى اخر حاجه وصلت له الاي او اس 18. هستنى اسمع منك رايك في التحديث دوت. وبس كده كان معاكم احمد كمال. استنوني في الفيديو الجاي.